السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي يونت 7 بعنوان Helping each other to learn. العنصر الأولاني عندنا هو How to learn new word، إزاي هنتعلم الكلمة الجديدة. وفي الحقيقة 3 حاجات لازم تحطهم في ذهنك عشان تتعلم الكلمة الجديدة، وهما الخط والمصباح والسلسلة. دول بيفكروك بال3 طرق اللي انت هتستخدمهم عشان تتعلم الكلمة الجديدة. فأول طريقة هي underlining، إنك تضع خط تحت الكلمة. to draw a line، إنك ترسم خط تحت الكلمة. تاني طريقة وهي أشبه بالمصباح، لأن أنت بتخلي كلمة بتبقى لونها مختلف عن الكلمات التانية، فبتعمل لها عملية ظهور عن الكلمات التانية، فلذلك هي أشبه بالمصباح، اسمها highlighting. to make something clear by using color، إنك تخلي شيء يبقى واضح باستخدام الألوان. الطريقة الثالثة وهي أشبه بالسلسلة، to remind yourself of a word by linking it to other words، إنك تفكر نفسك بالكلمة بإن أنت تربطها بكلمات تانية. وده شبه كلمة because. أنا لو عايز أحفظ كلمة because ولقيتها صعبة، ففي جملة اللي هي big elephants can always use small eyes. أما تيجي تجمع كل حرف من أول الكلمات ديت هيطلع لك كلمة because، وهيبقى من السهل عليك إن أنت تحفظها. في النهاية اكتب لنا لو عجبك المقطع، اعمل لنا لايك واكتب لنا أنه طريقة أنت تفضلها في إن أنت تتعلم الكلمات الجديدة. أي طريقة تفضلها من ال3 في التعليقات.